السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزل في اللون. اليوم غادي نهضروا على فرنسا والمملكة المغربية. كيف ما كتعرفوا، الأزمة اللي كانت بين المغرب وفرنسا تم غلقها مباشرة بعد زيارة الوزيرة الخارجية الفرنسية للمملكة المغربية. وهذه الأزمة الدبلوماسية والسياسية والأزمة التأشيرات بين المملكة والجمهورية كانت بطبيعة الحال في هاد السنة اللي دازت، يعني في السنة 2021 وحتى في السنة 2022. وهاد الأزمة سالت دابا في ديسمبر مباشرة بعد زيارة ديال الوزيرة الخارجية الفرنسية للمغرب. اولا الازمه كانت بسبب واحد الفقيه اللي كان في فرنسا كي يعني من الناحيه الراديكاليه. وبطبيعه الحال هذا الفقيه هذا ولا ايمان هو يعني من المتطرفين. وبطبيعه الحال كتقول فرنسا بانه كان من المتشددين الدينيين في فرنسا، وكان بطبيعه الحال كيوري ولا كيدرب الفرنسيين المسلمين باش يديروا يعني الأعمال الإرهابية في فرنسا. على هذا المشكل كانوا باغيين يصيفطوه للمغرب باش يبقى في المغرب ويحيدوا له الجنسية الفرنسية. ولكن هذا المواطن هذا أصلا تزاد وخلق وكبر وتربى في فرنسا، ما عندوش علاقة مع المملكة المغربية نهائيا من غير الوالدين ديالو اللي هما مغاربة. لكن حيت هو تزاد في فرنسا، المغرب رفض يستقبل هذا الفقيه ولا هذا الإيمان في المملكة المغربية. وعلى هذا الموضوع بدات الأزمة ديال التأشيرات والأزمة الدبلوماسية بين البلدين. لكن دابا مع هذه الأزمة من بعد ما سحبت فرنسا السفيرة ديالها من الرباط، والمغرب دار نفس الحاجة، سحب السفير ديالو من فرنسا. ولكن هاد يعني سحبوا السفراء ولكن بلا ما يديروا يعني شي اعلان ولا شي يعني كبروا الازمه اكثر، غير سحبوا السفراء ديالهم عينوهم في المجالس الاخرى وما قالوا لا غادي نبدلوا هاد السفير ولا غادي نبدلوا هاد السفيره، ما قالوا والو، بقاو ساكتين وخدامين في الصمت. وبطبيعه الحال البيبان مشدوده في يعني في المكاتب ديالهم حتى وصلوا الاتفاقيات النهائيه. بطبيعه الحال هنا كتدخل حتى الجزائر. حنا عارفين بلي ان اوروبا في هذا الوقت هذا كيدوز في واحد المرحله صعيبه، وخاصه في مجال الطاقه. والجزائر هي حليفه الطاقه الاتحاد الاوروبي، سواء في الغاز والبترول، خاصه في الغاز والبترول عفوا. وفرنسا كيف ما كنعرفوا مشى مانويل ماكرون للجزائر باش يسني معهم اتفاقيات كبيره من اجل الغاز والبترول، خاصه الغاز. وبطبيعه الحال ماكرون حصل على أرخص الغاز من الجزائر، وحصل حتى على أفضل الغاز من الجزائر للفرنسيين والأوروبيين بطبيعة الحال. فهذا يعني الاجتماع اللي كان بين الرئيس ايمانويل ماكرون وبين الرئيس عبد المجيد تبون، بطبيعة الحال من بعد هذاك الاجتماع قالوا بأنهم راهم تحدثوا حتى على موضوع ديال الصحراء وعلى موضوع ديال المغاربيين، على يعني الأحداث المغاربية، وبطبيعة الحال على موضوع الإرهاب في الساحل والصحراء. لكن من بعد ما رجع ايمانويل ماكرون لفرنسا بقاو يعني الجزائريين فرحانين بلي ان فرنسا رجعت لهم ورجعت معهم صديقة من جديد. ولكن كانت هناك أزمة بين هذا المغرب، عفوا بين هذه البلاد اللي هو فرنسا وبين المملكة المغربية. هذيك الأزمة بقات ساكتة حتى في الآخر. وصلت الوزيرة ديال الخارجية هذه 4 أيام للمغرب واعترفت بالصحراء عاوتاني للمغرب، حيت هاد فرنسا كيف ما كنعرفوا جميعنا هي من احد الحلفاء الاوائل للمغرب، بحال الولايات المتحده واسرائيل الان وباقي الدول الاتحاد الاوروبي او الحلف الناتو. فرنسا اعترفت مباشرة بالصحراء المغربية، ما قالت بأن الصحراء المغربية مباشرة، ولكن قالت بأن فرنسا راه يعني التوجه ديالها تجاه الصحراء واضح، وهو أنها كتساند الحكم الذاتي اللي كتقترحه المغرب على حساب الأقاليم الجنوبية، وكيساندوا الأمم المتحدة باش يوجدوا ولا باش يلقاو حل مباشر لهذا المشكل اللي كاين بين المغرب وبوليزاريو وينهيو هذا الموضوع نهائيا. ولكن راه فرنسا واضحة في القرار ديالها ديال مساندة المملكة المغربية في مجال الصحراء المغربية، وخاصة أنها كي يعني متفقين مع المغرب على حساب الحكم الذاتي اللي كيقترحه المغرب لهذه الأقاليم الجنوبية الانفصالية. هادشي
قالت الوزيرة الخارجية. وفي نفس الوقت الوزيرة الخارجية الفرنسية أعلنت بأن الأزمة ديال التأشيرات بين المملكة المغربية وبين جمهورية فرنسا لقد انتهى وعادت إلى طبيعتها مباشرة بعد هذه الزيارة. بطبيعة الحال أيضا تم إعلان على زيارة إيمانويل ماكرون للمملكة المغربية في أوائل العام المقبل 2023 من أجل تعزيز العلاقة التجارية والعلاقة السياسية، وبطبيعة الحال العلاقة العسكرية بين فرنسا والمملكة المغربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزل في الله.